خارج المونديال رسميا للأسف بعد فوز السنغال على قطر، الدولة المنظمة لكأس العالم 2022. وطبعا شفنا الافتتاح وشفنا الجمال والروعة من قطر، لكن للأسف مباراتين على التوالي يخسرهم المنتخب القطري، وبكده بشكل رسمي قطر خارج المونديال. ولكن مش مشكلة، احنا بنوجه رسالة للعالم كله ان الفرق العربية او المنتخبات العربية او الدول العربية تقدر تنظم احسن بطولات. عندنا الامكانيات وعندنا كل حاجة. هارد لك لقطر، ان شاء الله يقدروا يعملوا منتخب كويس يقدر ان هو ينافس بعد كده. ماتش طبعا اللي زعلنا كتير، ماتش تونس مع استراليا، وخلص بنتيجه 1-0 لصالح استراليا. طبعا شفنا اللقاء كلنا وكنا بنتمنى للمنتخب التونسي اللي هو يكسب، خصوصا طبعا بعد ما قدم ماتش جميل جدا الماتش الاولاني وقدر ان هو يتعادل. طبعا لو كان كسب كان هيبقى 4 نقط وكان هيبعد طبعا ويصعد. لكن للاسف طبعا الماتش اللي جاي هنلاعب فرنسا، وفرنسا طبعا بطلة العالم، فماتش صعب. فبرضه بنسبة كبيرة تونس خارج الديار القطرية، خارج المونديال. معلش تتعوض ان شاء الله. كفاية اللي انتوا اديتوا مطوشة كويسة وابهرتوا العالم بمستوى الكرة العربية. هارد لك طبعا لعلي معلول وحبيبنا. طبعا احنا كنا بنتمنى ان انت تكسب على اساس تفرح والنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي يفرحوا على فرحك. معلش تتعوض ان شاء الله. طبعا احنا شفنا ان استراليا لعبت ماتش يعتبر برضه في المتوسط، وكان الهجمات كلها تونسيه، لكن للاسف الماتش زي ما احنا قلنا خلص بنتيجه 1-0. نيجي لمنتخبنا الثالث العربي، المنتخب السعودي، بعد ما قدم ماتش روعه وقدر يكسب الارجنتين بقياده ميسي، بيقدم للاسف ماتش يعني انا شايفه ان هو متوسط واكتر من متوسط. لعبه كويس بس ما كانش فيه حظ زي ما احنا شفنا، والماتش برضو خلص بهزيمه المنتخب السعودي. هارد لك طبعا للسعوديه، احنا بنشجع جميع الفرق العربيه، لكن ان شاء الله ان شاء الله المغرب بيقدر يقدم لنا حاجه. نفسنا فريق عربي يبقى موجود في الدور الثاني يا جماعه. منتخباتنا العربيه قويه جدا، لكن للاسف تتعوض ان شاء الله في البطولات الجايه، ويبقى منتخبنا كمان متواجد ان شاء الله ويقدم مردود كويس بعد ما نخلص من الفساد اللي موجود عندنا في الرياضه المصريه اللي لسه هنتكلم عليه كتير. ولكن قبل ما نتكلم في اي حاجه، يا ريت اللي ما اشتركش في قناه ريت حلمي الاهلاوي يشترك ويفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد، ودايما تابعنا على الانستجرام وتويتر. و الناس كلها بتحتفل طبعا بكاس العالم والحاجات الحلوه، واحنا بنحتفل بعوده كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت. طبعا شفنا ماتش الزمالك امبارح مع المصري وانتهى بنتيجه 1-0 لصالح نادي الزمالك، وشفنا طبعا الهدف بتاع الزمالك اللي صعد بيه. انا كده كده كنت عارف ان الزمالك هيصعد. احنا عارفين المصري والزمالك ولاد عم ولا ولاد خال، والاسماعيلي ما اعرفش يعني هم توأمة مع بعض، فمش فارقه كتير. احنا اهم حاجه عندنا النادي الاهلي، نادينا الحبيب، وملناش دعوه باي حاجه. النهارده نادي الاهلي يعود في كاس مصر في لقاء نادي المقاولين العرب ان شاء الله النهارده، ونقدر نصعد عشان نوصل للادوار اللي بعد كده، ونحاول ناخد بقى كاس مصر يا جماعه عشان نعوض الاخفاقات بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبلها بفعل زي ما احنا قلنا. ومحدش يقول اكتر من كده، انا بقول لكم فاعل. وكان النادي الاهلي ممكن برضو على قد ما مستواه كان متذبذب برضو بفعل لانه ارهق 3 سنين زي ما احنا عارفين، لكن كان برضو ممكن ياخد اي بطوله من البطولات، سواء كاس الاخراني او دوري من الدوريات اللي خدها نادي الزمالك، برضو بفعل زي ما احنا قلنا. ونادي الزمالك يا جماعه مش بالقوه، ودينا وشفنا الاهلي حتى لما كسب نادي الزمالك في السوبر، كان نادي الزمالك لا حول له ولا قوه. ولكن طبعا هنا التحكيم المصري واقف، مش التحكيم المصري وبس، لا ده الشهرين اللي فاتوا شفنا النادي الاهلي بيتحارب من جميع الاتجاهات على قناه نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور مع هزاز الرؤوس والمرتزقه، كلهم مرتزقه،
اي حد بيطلع على قناه نادي الزمالك افتكروا بعد ما قصه مرتضى منصور دي تنتهي الناس مش هتعرف تشتغل في اي حته لان ما عندهمش مهنيه. الناس دي قابضه، والناس اذا كان مرتضى منصور بيقول ان في لجان في النادي الاهلي، فانا بقول له اللجان عندك انت في قناتك انت وتوجيهات. احنا شفنا الغلط في الخطيب في عرضه زي ما بيقول واخته، تمام، ويجي بعد كده المستشار كالعاده يقول لك انا مش قصدي اخت الخطيب. طبعا كذاب، والكذب مليك طول عمرك وانت كده. خدت في مشاكل طبعا ماديه مع تركي الشيخ، وفين استعاده يا خطيب، وفين ما اعرفش 300 مليون مش عارف ايه، والقصه اللي انتوا عارفينها. كل ده ما جابش نتيجه ومش هيجيب نتيجه، فابتدى بقى يخش في قصه الاخوان وجايب شيخ منصر زي ما احنا قلنا، والقنوات كلها على اليوتيوب قالت الراجل ده تاريخه ايه، وجابت فيديوهات ليه وهو بيساند محمد مرسي رئيس مصر السابق. وفي واحد مذيع طلع وقال لك ان الراجل دوت بياخد فلوسه من امير. فاحنا كنا بنتساءل هل الامير ده في جماعه الاخوان؟ الله اعلم، ولا هو سري عربي بيبدا ان هو يقول لك قول ايه وما تقولش ايه. انت مالك انت بقصه محمود الخطيب؟ واشمعنى في الوقت دوت؟ عيب عيب يا جماعه. كابتن محمود الخطيب ده اسطوره مصر الاولى، فما ينفعش اللي بيحصل، ما ينفعش الاعلى للاعلام، ما ينفعش كرم جبر، ما ينفعش حاجات كتير، بخلاف طبعا اتحاد الكوره الفاسد، وقلنا 100,000 مره ان هو فاسد، ويشوفنا طبعا فساد قد كده، بدليل ان الوزير بيحقق دلوقتي في قصه رحله الكويت طبعا زي ما انتم عارفين. وقبل كده حقق في قصه الخطاب بتاع الاتحاد الافريقي اللي طبعا الاستاذ وليد طبعا المدير التنفيذي للاتحاد ما قدمش الجواب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ما كانش يعلم بكده. وطبعا شفنا برضو ده يعتبر فساد. فين اللي هيحاسب ومين المسؤول؟ يا جماعه انا عايز اقول لكم شعب مصر 3/4 اهلاويه، فاحنا ما فيش حاجه بتلهينا عن حب النادي الاهلي وحب نادينا، تمام. فانت لو انت جايب حد عشان او جايب اراجوز اللي احنا نضحك عليه في حاجات كتير مش هنتكلم فيها طبعا، انتوا عارفين في حاجات ما يصحش اللي احنا نتكلم فيها، بس انتوا اكتر ناس فاهمين وعارفين. المصري ما حدش بيضحك عليه، احنا فاهمين كل حاجه. ولكن النادي الاهلي يا جماعه خط احمر. نادي الاهلي ومحمود الخطيب هم دول فرحه المصريين، فرحه المصريين. وشفنا طبعا قناه نادي الزمالك امبارح وهي جايبه برنامج ملك وكتابه وبيقولوا اللي احنا اللي بنثير الفتن. طبعا ده بعد ما النادي الاهلي اشتكى الشيخ المنصر اللي هم جابوه على قناه نادي الزمالك، فبالتالي احنا اشتكينا نادي الزمالك، اشتكينا قناه نادي الزمالك. مش هنروح نشتكي الشيخ ده لان الشيخ ده شيخه ليه دور معين وسلام عليكم، مش اكتر من كده. انا اول مره اشوف شيخ يطلع يقول لك سياده المستشار، ويجي يقول لك الخطيب والاخوانه واخوانه نادي الاهلي. عيب. نادي الاهلي لو انت بتتكلم على الالترس اللي انت بتعتبره الاخوان كانت مسيطره عليه، ما فيش الكلام دوت، لان الالترس دي كانت ظاهره موجوده في العالم كله. شوفوا المغرب، شوفوا الرجاء المغربي والوداد المغربي والترس هناك عامل ايه، واجواء جميله جدا احنا نفذناها هنا في مصر بطريقه متحضره، سواء نادي الاهلي تمام او حتى وايت نايت الزمالك. يعني حتى الزمالك برضو كان ليه رابطه وليه زي الترس، فبالتالي مش كل التراس يبقى ارهابي. عيب عليكم. احنا عارفين ان طلع احكام بتقول ان هي دي جماعات، يعني هنقدر نقول عشان التجمعات الكبيره، وكان ليهم وقفه على الارض فعلا اثناء الثوره. فمستشار مرتضى منصور طبعا زي ما احنا فاهمين معاهم عليهم، فقدر يجيب حكم بان الجماعه دي محظوره، فبالتالي ما بقاش فيه ولا التراس، وده كانت حاجه كويسه جدا وحاجه محترمه، ولا في جرين لنادي المصري ولا الكلام ده كله. كل ده اتشال، ويبقى التشجيع بتاع زمان اهلي بيب زي ما انتم ما بتقولوا، والزمالك فتح المدرسه، وشغل طبعا قديم. الناس بتتطور يا جماعه الخير. لو عايزين الكوره في مصر تتقدم اتركوا النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لما يبقى كويس منتخب مصر
بيبقى في الصداره، زي ما احنا فاهمين وزي ما احنا عارفين. طول عمر النادي الاهلي في الصداره بيبقى منتخبنا في الصداره. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، حضراتكم طبعا فاهمين وعارفين قيمه النادي الاهلي وحلاوه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. بس في ناس بتحب تفشل النادي الاهلي لان انت مش قادر عليا، فبالتالي بتحاول ان انت تحط العراقيل قدامي. لكن النادي الاهلي مستمر، وان شاء الله بطوله افريقيا بتاعتنا والدوري راجع والكاس راجع، النادي الاهلي راجع ياخد الاخضر واليابس ان شاء الله. مش هطول عليكم اكتر من كده. يا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حامد الاهلاوي اشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.